ناقص يا معلم، في عز ما العالم بيغلي وفوق نار مولعة بين إسرائيل وإيران. فجأة كده ودون سابق إنذار محطة روسية اسمها UVB 77 واللي معروفة بلقب راديو يوم القيامة تطلع وتبعت رسالة صوتية غامضة، والناس كلها وقفت تقول ايه ده؟ هو احنا هنولع ولا ايه؟ يعني حضرتك نايم مرتاح تقوم تلاقي الروس باعتين كود شكله كأنه جاي من فيلم خيال علمي، والكود بيقول 33899 وده معناه ولا حاجة، بس شكل مرعب اهو وبيخلي قلبك يعمل خبطة زي طبلة المولد. المحطة دي يا معلم شغالة من سنة 1975. طول عمرها شغالة على تردد ب 4000 فيس و5 كيلو هرتز، وبتبث صوت غريب كأنه نحلة مصابة بالسكر، طنين طنين. وفجأة صوت بني آدم يقول كلمتين روسي شكلهم متشفرين وبعدين يسكت تاني، سكوت موت. طب ايه اللي بيحصل جوه المحطة دي؟ محدش عارف. في ناس بتقولك دي يا باشا نظام اتصال للطوارئ عند الروس وقت ما تقوم الحرب النووية، وفي ناس تانية تقولك لا دي خدعة للتمويه على المخابرات الأجنبية، واللي يزيد ويرلي أكتر في نظرية بتقول دي جزء من شبكة اسمها اليد الميتة. لو الروس اتضربوا نووي النظام يرد لوحده من غير ما حد يلمس زرار. يعني باختصار كده لو المحطة دي سكتت فجأة ابقى ابلع ريقك وخبي نفسك تحت السرير. والرسالة الأخيرة دي بقى جات بالتزامن مع توتر ضخم بين إسرائيل وإيران. يعني مش صدفة يا صاحبي، دي كأنها إشارة، كأن في حد بيقولك لو الدنيا ولعت احنا موجودين يا معلم وجاهزين. عارف بقى ايه الرعب الحقيقي؟ ان ولا حد في العالم يقدر يوقف البث بتاعهم، لا انترنت ولا سوشيال ميديا ولا تيك توك ولا حتى شبكة الكهرباء. البث شغال على موجة راديو مستقلة، ولو حصل يوم القيامة فعليا البث ده ممكن يبقى آخر صوت تسمعه في حياتك. والأغرب إن اللي بيراقبوا المحطة بيلاقوا إن الرسائل بتيجي في أوقات معينة، وأحيانا وقت كوارث أو تحركات عسكرية ضخمة. يعني في كود، في ترتيب، بس مفيش أي حد عارف إيه الرسائل دي بتقول إيه. لو الفيديو ده خضك أو ضحكك أو خضك وهو بيضحكك يبقى لازم تعمل 3 حاجات: تشترك في القناة حالا، تفعل الجرس لأنه واضح إن الجرس عندنا بيدق قبل يوم القيامة، يبقى تكتب لنا رأيك في الكومنتات. تفتكر المحطة دي بتخاطب مين ومين اللي بيسمعها؟ احنا هنا على قناة هاروت اكس بنغوص جوه أعماق الحكايات الغامضة ونكشف لك أسرار لو عرفتها ممكن تنام وانت فاتح النور. فلو بتحب الرعب، الغموض، ونكهة السخرية المصرية يبقى انت في المكان الصح. استعد لأن الجاي أخطر من اللي فات. سلام يا بطل، وخلي ودنك على التردد يمكن يجيلك نداء. نسيت أقول لكم يا جماعة، من قناة روسيا اليوم حطيناه تحت في الكومنتات عشان بتوع الهبدات الكونية والكاريزمات العابرة للقارات ما يفرفروش علينا. سلام بقى. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.